فقرة معانا دلوقتي في سيدتي آخر فقرة أو لقاءنا على الهواء مباشرة. معانا خبيرة التنمية البشرية الأستاذة مها محجوب. أهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك. ويمكن موضوعنا النهاردة هنتكلم عن حاجة إحنا محتاجينها كتير جدا حاليا في المجتمع في ظل الظروف الراهنة. إحنا بنعيد تشكيل بلدنا من جديد، زي ما بنقول بنعيد ترتيب بيتنا، سواء بيتنا اللي إحنا عايشين فيه أو البيت الكبير اللي هو بلدنا مصر. البناء والتنمية كلمتين مهمين جدا، ازاي نشتغل عليهم في الفتره الجايه، نشتغل عليهم على مستوى الفردي، على مستوى المجتمع، على مستوى الدوله. ده اللي هنحاول نتكلم فيه مع الاستاذه مها محجوب. استاذه مها، يمكن احنا فتره حرجه، فتره مهمه، عايزين نتنقل من مرحله لمرحله بطريقه يكون فيها استقرار، في امن، في حاجات كتير قوي بنعوزها كافراد. لو هنتكلم على البناء والتنميه، ازاي نشتغل على المفهومين دول على مستوى الفرد؟ نبتدي ازاي من حيث الفرد؟ تمام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا هقارن المواطن المصري قبل الثوره وبعد الثوره. تمام. خاصه ان انا بشتغل مع جامعات وشباب والباحثين عن العمل واللي عاوز يعمل مشاريع صغيره. فقبل الثوره كان الشاب المصري او الشابه المصريه كانوا محبطين، ما كانوش حاسين ان في امل او ان في فرص وظيفيه او ان ممكن ان هم يقدروا يغيروا في البلد. تمام. بعد الثوره لقينا في انتماء شديد، لقينا الشباب كلهم بقى عندهم حماس وانتماء للبلد، حتى الاطفال اللي ابتدوا يتكلموا في الاقتصاد والسياسه بقى في وعي شديد جدا، وبقى في حب للبلد. وابسط حاجه شفناها للشباب اللي نزلوا ينظفوا الشوارع في حين هم ممكن ما يكونوش بينظفوا مثلا بيوتهم. فاصبح في انتماء شديد للبلد بعد ما حسوا ان البلد دي بتاعتهم، اصبح ان هم حسوا ان صوتهم ممكن يتسمع وان هم قدروا يعبروا عن نفسهم. طب ازاي ان احنا بقى نوجه الطاقه البشريه؟ جميل. ازاي تكون نبدا بيها بدايه جديده وتكون ايجابيه؟ تمام. لازم كل واحد يعرف نقاط القوه والضعف اللي عنده، يعني لازم انا اعرف انا شاطره في ايه او شاطر في ايه وايه اللي اقدر اعمله. يعني اول حاجه في وقفه مع النفس وفي صراحه، اقول انا ايه بالظبط. اعرف نفسك بالظبط. حلوه. واعرف نفسك ده مش للمتعلم فقط لا غير، حتى للانسان الامي، السيده اللي قاعده في بيتها اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب، لازم تعرف هي شاطره في ايه، لازم تعرف انا بحب ايه. فبالتالي وازاي ننمي قدراتنا والمهارات الخاصه بينا، ومن ثم ننمي المهارات دي وبعدين بعد كده نوجهها في الاتجاه اللي احنا بنفهم فيه. يعني هديكي مثال بسيط، مثلا في ناس كتير جدا بيشتغلوا في دول عربيه او اجنبيه، بييجوا بيحوشوا فلوس، بينزلوا مصر، بيبداوا يعملوا مشاريع صغيره. تمام. وبعدين بيفتحوا سنه سنتين هم ما بيفهموش في المشروع والمشروع يخسر ويقفل. ليه؟ عشان هم ما بيفهموش فيها. فكل واحد لازم يعرف نفسه ايه اللي بيحبه، ازاي ينمي مهاراته وقدراته، ويعمل سكان للماركت، للسوق المصري ككل، يعرف فين الحتت اللي هي ممكن يقدر ينتمي اليها او يقدر ينميها، وبالتالي ينمي مهاراته ويقدر يطور نفسه طبقا للفرص المتاحه اللي موجوده في الوقت الحالي. خلينا نتكلم في النقطه دي عشان دي ممكن تحصل لناس كتير قوي. لو حاولنا زي ما حضرتك قلتي نعرف نفسنا ونشتغل صح على نفسنا ونعرف ايه نقاط الضعف والقوه، وبدانا مشروع او بدانا اي حاجه حتى في شغل وما نجحناش، لا ما نحبطش خالص، هنحاول مره وثانيه. يعني توماس اديسون يعني في محاوله اكتشافه للاناره والكهرباء 999 محاوله فاشله. بالعكس احنا لازم نتعلم من اخطائنا، وكل خطا او كل مشكله احنا بنتعرض اليها نعرف ليه احنا فشلنا، وممكن الفشل ده يكون اول خطوات النجاح اللي احنا نقدر فعلا بالحافز. طبعا. طيب احنا في فتره اقتصاديا بتفسريها ازاي؟ وايه المشروعات اللي احنا محتاجين احنا نبتديها كمشروعات صغيره؟ يعني في دول العالم كتير جدا نجحوا بمشروعات صغيره، مجموعه مشروعات صغيره. طبعا. طيب احنا محتاجين ايه في الفتره دي اقتصاديا من مشروعات صغيره؟ تمام. احب اوجه ان اقتصاد اي دوله بيقوم على المشاريع الصغيره والمتوسطه. تمام. طبعا لو قلنا المتناهيه الصغر هي الانفورمال بروجكتس اللي هي بتبدا، اللي هي المشاريع الغير رسميه اللي ممكن حد بيشتغلها من البيت او اي عمل او حرفه بيشتغل فيها لوحده. اقتصاد اي دوله بيمثل المشاريع الصغيره والمتوسطه بتمثل حوالي 98% من اقتصاد اي دوله، زائد انها بتوفر عماله اكتر من 80%. فرص عمل، لان انا ما هشتغل يبقى اذا انا لقيت لنفسي وظيفه وهشغل ناس ثانيه معايا
فهخلق فرص وظيفيه. فاذا ازاي يعني في دول كتيره جدا جدا عاملين وزارات وهيئات لاداره للمشاريع الصغيره زي امريكا والهند وتركيا، وعاملين وزاره فعلا لاداره المشاريع الصغيره. وانا في هنا يعني في بدايه او مبادره بدات في مصر في الوقت الحالي ان هم فعلا هيعملوا جهه متخصصه لاداره المشاريع الصغيره، بس تكون بتقوم بدورها، يعني مبقاش بالظبط شكل كده او هيكل من غير ما تشجع الناس. بالظبط. فيعني طبعا بينحصر الدور ده على التدريب والتوجيه والدعم المالي او الفني او التسويق او ايا كان، وازاي ان احنا نقدر نحط يعني رجل او اي واحد عايز يبدا مشروع صغير على اول الطريق ونبدا نوجهه توجيه سليم. تمام. هناخد بس اتصال الاول. مدام ياسمين من ايطاليا. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. بمشي على الاستاذه اللي مع حضرتك. وهنا يعني انا في حاجات كده بتحصل. انا في اسكندريه عندي بيتي، وبعدين كان في عندي روف، وبعدين الروف ده كان فاضي مليته شجر، وبعدين عملت في البلكونات عندي في كل بلكونه شجرتين. عندي هنا في الجنينه في ايطاليا جنينه كانت فاضيه خالص، وما كنتش بس اعملها لان انا ساكنه في البيت بالايجار. فرحت الجنينه دي رحت زرعت فيها عنب، ازيد من بتاع 7 شجرات عنب بيطلعوا لي ازيد من كذا كيلو عنب هنا في الجنينه. تمام. وبعدين في اول الصيف يعني في اخر الربيع كده، في اول الربيع رحت جايبه يعني شجر طماطم صغنن وزرعت انا وجوزي، وشجر خيار. مليت الجنينه ما اناش ملاح اخد طماطم وعمال اصلص واحط في الفريزر واعمل الم خيار، مش ملاح خيار ولا كوسه ولا فلفل. يعني استعملت الجنينه، طلعت منها حاجات يعني عملت منها ثروه مش بستعملها كمان خالص. يعني ممكن الواحد يعني لو عنده جنينه صغيره ولا حته حاجه ممكن يزرع فيها وبتعمل يعني مقضيان الصيف ده كله خضار، مش بجيب خضار خالص من ممكن يبيع بعد كده السوبر ماركت. لا ما ببيعش، ده انا بفرق كل. لا ما انا بقول لحضرتك ممكن بعد كده يبيع، يستغلها بعد كده والمشروع يكبر، يعني حاجه صغيره وتكبر. لو حاجه كبيره بقى. بس انا عندي جنينه يعني بتاعت 1000 متر كده، هي انا مستغليها، ومش ملاحقه اجيب حاجه. عمال اخلي الخيار ومش ملاحقه اعمل ايه في الخيار ولا في الطماطم ولا في الخضار اللي بطلعه من الجنينه، ومع ان عاملاها لعبه كده. يعني انا كنت انا وجوزي عاملينها كده ايه هوايه يعني. بس عملت لحضرتك اكتفاء ذاتي يعني. طيب ماشي، شكرا. سلامة، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. نموذج من المشروعات الصغيره، يعني انا هي فكره وما بداتش مشروع، عايزه حد ياخد بايديها ويقولها تروح فين بعد كده. بالظبط، هو ده اللي احنا محتاجينه. بالظبط. احنا المشكله الكبيره اللي بتقابل كل المشاريع الصغيره هي التسويق. بنلاقي في ناس عندها بتطلع منتجات وعندها حرف يدويه او ايا كان وما بتعرفش تسوق المنتج بتاعها فين. فزي ما الاستاذه اللي كانت معانا دلوقتي هي عرفت من خلال امكانياتها وقدراتها ازاي ان هي تقدر تعمل منتج معين، وهي للاسف مش عارفه ازاي تسوقه فيما بعد. في حاجه كمان يا استاذه مها، احنا محتاجين نكون مثلا في جمعيات اهليه أكيد. او مؤسسات مجتمع مدني بمفهوم الخدمي الحقيقي، ان هم في ناس كتيره. يعني انا شفت بعينيا مره مركز توزيع لمأكولات، فدخلت وسالت، قالوا لي دول ناس زي ربات بيوت او سيدات بيعرفوا يعملوا اكل كويس قوي، ودي جمعيه خيريه خدت الاكل ده وعملت مركز منفذ بيع وبدات تبيع باسعار جميله قوي، يعني فادت واستفادت. فهل احنا محتاجين توجيه غير ما يكون في مؤسسه برضو العمل الخدمي ممكن يفيدنا في هذا الموضوع؟ هو بالفعل الجمعيات الأهلية بتقوم بدور كبير جدا جدا في دعم المجتمع المحيط بالجمعية اللي هي المتواجدة فيها. تمام. وبيقوموا بتسويق المنتج ومساعدة السيدات أو الأفراد اللي عايزين يبدأوا مشاريعهم الصغيرة. على سبيل المثال في سيدة من الصعيد بسيطة جدا ومستواها المادي متواضع جدا، بدأت مشروعها ب60 جنيه. يعني هنيجي لما يجي أي شاب أو شابة أو أي حد هيقول طب انا ما بعرفش اقرا، ما بعرفش اكتب، ما معيش فلوس، ما معيش راس مال. السيده دي بدات مشروعها ب60 جنيه، وكان عباره عن هي ايه اللي بتعرفه زي ما قلت لك في البدايه. تمام. كل واحد بيشوف نقاط القوه هو بيعرف يعمل ايه. بتعرف تعمل فطير، ابتدت تعمل فطير، ابتدت توزعها على الجمعيات الاهليه، ابتدت الجمعيات الاهليه تدعمها لها.
وبعدين ابتدى عندها فلوس، ابتدت تجيب مكن عجين، ابتدت تعجن، ابتدت تكبر مشروعها. فاذا بالتالي الجامعات الاهليه فعلا هي بتقوم بدور حيوي ودور كويس جدا جدا في رعايه الافراد اللي هم اللي عايزين يبداوا مشاريع صغيره. خلينا نقول افكار بسرعه قبل ما نختم يعني في وقتنا. ايه طبيعه المشاريع الصغيره او المشروعات الصغيره ممكن نبتدي بيها في مصر؟ تمام. زي في نقطتين حاجتين مهمين جدا تمام. جدا. اول حاجه التخصص، وانا بفهم في ايه وازاي اقدر اطور مهاراتي. تاني حاجه ايه الفرص المتاحه، ايه اللي موجود. ما ممكن اكون انا عندي فكره كويسه جدا وبناءه ومحدش بيعمل زيها وبتكلفه مناسبه بس ملهاش طلب في السوق. فاذا لازم نعرف الفرص، السوق عاوز ايه، نيدز. وانا من رايي قبل ما اعمل مشروع او اعمل اي حاجه اشوف النيز واشوف الدنيا محتاجه ايه تمام. واصمم عليها المنتج او الخدمات اللي انا هقدمها للمجتمع. طب يعني الموضوع برضو محتاج ان احنا يكون عندنا نوع من انواع التفكير، تأني، اشوف كويس، وابتكار. ابتكار طبعا في منتج جديد بنضيف عشان السوق يكون محتاج فكره جديده او طيب. منتج جديد. كل المؤهلات دي او السكيلز دي اللي لازم تكون عندي لازم توفر لي برضو وعي. انت شايفه حضرتك ان الفتره الجايه لازم نشتغل على ايه في مجالات في مصر؟ التعليم والصحه كاساس او كنواه للتنميه في مصر. يعني احنا التعليم في اي دوله هو الركيزه الاساسيه او من الركائز الاساسيه. عشان يبقى عندي فكر مبدع، عندي فكر خلاق، عندي حاجات كتير عايزه اعملها، لازم يكون عندي تعليم كويس وصحه كويسه. اكيد طبعا. في عندنا نموذجين ناجحين جدا من التجارب الدول اللي حصل عندها تنميه. هي التجربه الماليزيه. مهاتير محمد اهتم بالتعليم والصحه وخصص ميزانيه قدر كبير من الميزانيه الخاصه بالدوله في تنميه التعليم. عندك البرازيل ابتدوا بعد يعني لولا اللي هو رئيس البرازيل قدر ان هو يعمل طفره كبيره جدا جدا في البرازيل على مدار 8 سنين. وقدرت البرازيل بعد ما كانت بتقع في فقر مضجع وكانت فعلا البنك الدولي ما كانش راضي يسلفها فلوس، اصبح بعد 8 سنين البنك الدولي هو اللي يعني بياخد منها 14 مليار دولار. اهتموا بالتعليم. فطبعا كان في نسبه فقر كبيره جدا جدا. فابتدت الدوله ما بقى فيها انتعاش اقتصادي عن طريق التقشف وعن طريق تنميه السياحه والصناعه والزراعه واستغلال الموارد الخاصه بالدوله كلها بقى اصبح فيه، وتشجيع الاستثمار جالهم حوالي 200 مليار دولار استثمارات. فبالتالي ده كان دخل قوي جدا جدا. ابتدى يعمل اعانه للشعب الفقير اللي هو كان دخله القومي حوالي 28 دولار في الشهر، اصبح ما يعدي حوالي 48 دولار. بس ربط الاعانه بالتعليم، ان كل طفل داخل كل اسره ليه اعانه، بس لازم ان الدوله الاسره لازم مجبره ان هي تعلم الطفل ده. حلو قوي. فاحنا بالتالي ممكن الدوله احنا بندعم حاجات كتير جدا. على سبيل المثال التموين، المواد التموينيه، السكر والرز باب اولى يعني بالظبط الفكر هو التعليم. لا يعني ممكن نربط ده ان مفيش اي مواطن هياخد دعم من الدوله الا لما ابنه يتعلم. واذا ما اتعلمش ان احنا نفرض عليه ضريبه، خلاص انت مش عايز تعلم يتم فرض ضريبه عليه. فاحنا لازم في البدايه نمحو الاميه الخاصه لان احنا عندنا يعني اكتر من 40% من الشعب المصري هو شعب يعني ناس اميين لا يعرفوا القراءه والكتابه. ثم يعني ده هيجي بعد كده بقى بوضع ميزانيه كبيره اكيد. الحاجه الثانيه تنميه الابتكارات. احنا عايزين مدرسه متخصصه لتنميه الابتكار تبدا من الصغر. الاطفال الصغيره من سن 2 ل6 سنين من اذكى ومن اكتر الناس عبقريه. يعني معنى كده يا استاذه مها ان اي طفل او اي انسان موهوبته تكون من الصغر والجميل احنا نكتشفها وجدا جدا. وبعد كده بيفضل بعد 6 سنين بيبقى طفل طبيعي. وده طبعا من خلال الاحصائيات والدراسات اللي اتعملت ومن خلال مشاهدتي. وان انا فعلا لقيت اطفال كانوا عندهم ابتكار رهيب، وبعدين لما كبروا بنقول لهم انتوا عملتوا كذا كذا كذا، هم بيقولوا احنا مش فاكرين. يعني طفل مثلا عنده كان 5 سنين جاب موتور لعبه وجاب عمل مركب وحط الموتور في اللعبه وجاب لمبه صغيره ووصلها وعمل مروحه وهو عنده 5 سنين. فكبر بنقول له انت عملت كذا وانت مش فاكر. طب اعمل دي مش فاكر. فلازم يكون في مدرسه او جهه متخصصه بتنمي النواحي الابتكاريه لدى الاطفال عشان تبداي بجنريشن جديد بقى. يعني نبدا ننقذ ما يمكن اجيال جديده. يعني احنا استاذه مها خلاصه الكلام ان احنا محتاجين نشتغل على الافراد
على التنميه البشريه، وكل فرد طبعا ازاي بقى يحاول انه يبقى فيه انتماء، مش ان انا اعلي صوتي وانزل واعطل عجله الحياه. ازاي ان انا انمي واحاول اخلي البلد دي تبقى ليها شأن وليها قيمه ما بين الدول الاخرى. احنا ثواني ونختم اللقاء ونختم حلقتنا، علشان الناس يبقى عندها الافكار الجميله حضرتك قلتي عليها دي والوعي وحب العمل والحاجات دي، هل احنا محتاجين كمان يبقى للاعلام دور تنموي في المجتمع؟ طبعا. اكيد طبعا. الاعلام هو البوابه اللي بيدخل كل بيت. الناس اللي في المجتمعات البسيطه والفقيره العالم بتاعهم هو التلفزيون. فانت بالتالي عايزه، يعني على سبيل المثال احنا عندنا مشكله النظافه في الوقت الحالي، فعايزاها تدي فكره للمواطن البسيط ما يرميش حاجه في البيت او يحافظ على النظافه. هتجيبي له مجتمع نظيف، هتيجي تقولي له ان مصر كانت سنه 1950 لا انظف مدينه على مستوى العالم، ونشوف احنا وصلنا لفين. ما هو لو جاب الحاجات الجاربج وحطها قصاده، ما هو ده هيرجع عليه، هيجي عليه يعني حشرات يعني هو كده بيضر نفسه. فلازم التلفزيون فعلا يكون هو خط الدفاع الاول لوعي المجتمع وتنميته. احنا معانا اتصال؟ مفيش اتصال. طيب يعني اهم حاجه ان يبقى الاعلام له دور. اكيد طبعا، وهو انا بتهيألي الاعلام ليه دور مهم جدا 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 لنشأ ازاي نكون مواطن متحضر، ازاي نعرف يعني ايه سلوك حضاري، امتى نتكلم، امتى نسمع، ازاي نحافظ على البيئه، ازاي ننمي اطفالنا، ازاي نحب بلدنا، ازاي لا هو اكيد احنا كلنا ازاي نحب بلدنا بطرق، مش احنا كلنا بنحب بلدنا طبعا، اكيد طبعا. نوجه ازاي الحب ده يتوجه ازاي صح مش بالعنف، محدش يخرب حاجه، محدش يهدم حاجه، محدش يحرق حاجه، يعني حتى لو باي ظرف او اي شكل من اشكال الظروف اللي خليته ان هو يندفع ان هو يبقى عنصر مخرب او ان هو يعمل حاجه مش كويسه في البلد، فلازم ان احنا يبقى في توعيه للافراد دول. اكيد نبتدي من جديد مهما اللي حصل. اكيد لا احنا نتقبل الامر الواقع وندي فرصه للنظام الحالي ان شاء الله يثبت كفاءته. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. في نهايه لقائنا بشكر خبيره التنميه البشريه الاستاذه مها محجوب، بشكر حضرتك وبشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا في النهارده حلقه سيدتي. ان شاء الله غدا فريق عمل جديد وسيدتي على المصريه. الى اللقاء.